السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في قناة مطبخ آية. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك. هعمل معاكم ان شاء الله القلقاس باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان سريعة، مش تاخد منك وقت خالص. إيه، طبعا القلقاس من الاكلات الشتوية اللي كلنا بنحبها. اول حاجة هنا معايا المكونات بتاعتي. اول حاجة معايا هنا القلقاس، انا قشرته وبعدين غسلتها من بره وهي سليمة، وبعدين نشفتها كويس جدا من المية، مخليتش فيها مية خالص، وبعدين قطعتها بالشكل ده. وكمان معايا توم، تقريبا معلقتين توم كبار، ومعايا البهارات والتوابل، ومعايا هنا كوباية كبيرة من السلق وكوباية كبيرة من الكزبرة الخضراء، وطبعا بتاخدي الورق بس وترمي العيدان. هنا معايا طاسة على البوتاجاز احط فيها معلقتين زبدة او سمنة المتوافر عندك. وهبدأ ان انا احط السلق والكزبرة وهشوحهم كويس جدا على البوتاجاز. هتديله تشويحة كويسة لحد ما ينشف خالص من المية بتاعته. هتقلبي فيه باستمرار، هو ده بيكون شكله. ولازم توصلي للمرحلة دي عشان يبقى طعم القلقاس حلو. وما تقلقيش خالص، لونه بيبقى حلو جدا وهتشوفيه دلوقتي. هبدأ ان انا انزل بالثوم وهديله تشويحة، وكمان معلقة من الكزبرة. هنا خلاص السلق بقى جاهز معايا. هبدأ ان انا احطه في الخلاط واحط له كوباية شوربة. بصي لازم السلق يكون زي مقرمش كده، يعني لازم تحمريه كويس. هحط كوباية من الشوربة وهضربه كويس جدا. شايفين ده لونه؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ جميل جدا وبيديكي طعم وريحة جميلة جدا. ما تقلقيش خالص، مش هيغمق معاكي ولا اي حاجة خالص.
شايفة لونه عامل ازاي؟ فاتح جدا، لونه اخضر وجميل. هبدأ بقى اجيب طاسة تاني على البوتاجاز واحط فيها سمنة وكمان معلقة زيت. هبدأ ان انا اشوح القلقاس هنا لحد ما تخلص من كل المزلقة اللي فيه. ودي طريقة كويسة جدا، ما بتخليش فيه مزلقة خالص. انا ما بغسلش القلقاس خالص، انا بس بعمل الحركة ديت عشان اتخلص من المزلقة اللي فيه. انا بس بغسله لما بيتقشر عشان بيبقى فيه تراب وكده، فلازم يتغسل. بس اما بتقطعيه هو طبعا بيبقى نضيف جدا من جوه القلب بتاعه، بس لازم تتخلصي من المزلقة اللي فيه. الطاسة تكون سخنة وتبدأي تعلي النار عليه وتقلبيه باستمرار عشان يتحمر معاكي. احنا مش هنحمره قوي، بس عشان تتخلصي من المزلقة بتاعته دي بسرعة وما ينزلش المية بتاعته. انا مش بحمره، انا بس بديله تشويحة كده خفيفة. شايفين هنا هو خلاص يعني تقريبا ما فيهوش مزلقة خالص، يا شايفين. انا هنا بوريكم ان هو خلاص ما فيهوش اي مزلقة خالص. هبدأ بقى ان انا اجيب حلة نضيفة على البوتاجاز واحط فيها القلقاس. وهضيف عليه السلق اللي انا عملته معاكم. وكمان هضيف اللحمة معاه. شايفين بقى الجمال؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ هحط معلقة ملح كبيرة، طبعا الملح حسب الرغبة انت اللي بتتحكمي فيه، ورشة من فلفل اسود، ورشة من السبع بهارات. هسيبه بقى يستوي، وخلي بالك من السوا بتاعه، في قلقاس بياخد وقت في السوا وفي ما بياخدش وقت.
هديله تقليبة خفيفة وهشوفه استوى ولا لأ. شايفين ده شكله بعد ما استوى؟ عايزة اقولكم مخدش وقت خالص في السوى، كان دايب كده وجميل جدا. هي دي بقى كانت وصفتي معاكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.